وضع المبادرة ولم يطلب مني أحد ذلك. والطرفان وافقا عليها؟ نعم، اتصال أتاني من المكتب السياسي من الأستاذ محمد البخيتي، وقال خلاص القيادة، أنا استأذنت من القيادة والقيادة وافقت على أن تقبلك وسيط بين الطرفين. فتم التواصل مع مكتب الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، وسمحوا بذلك وقالوا هلا وسهلا بك، يعني الطرفين ما فيش عندهم أي مانع. أي أسميتك سيد الجلعي بين الطرفين؟ يعني ما هي الأفكار التي قلت أنها يمكن أن تشكل حلا وسطا ينزع فتيل المواجهات والاحتقان والحالة التي كانت سائدة؟ طبعا كانت المعركة بين الطرفين لها قرابة 3 أيام. صحيح. وكنا نسعى ككوننا تيار سياسي ناشئ في البلد، كنا نسعى بأن يكون لنا دور سياسي، ولكن تفاجأنا بأن الدور السياسي أتى في مرحلة معقدة ومرحلة صعبة. فرأينا أن حقن الدماء أولى من السياسة وأولى من أي شيء، وهو ما جعلنا أن نبادر إلى ذلك، لأن أولا الخلافات لم تكن بينهم إلى الحد الكبير الذي نقول أنها قد جرت عدة معارك من قبل في أيام سابقة أو شهور سابقة وصلت إلى حد كبير. كنا نقول أنها المعركة الأولى التي بدأت بينهم، فقد ربما أننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة وإلى حلول، لأنها لا زالت ليست بتلك لم يسقط تلك الخسائر الكبيرة. طيب، عندما ذهبت إلى خطوط المواجهة الأولى باتجاه منزل الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان محاصرا في ذلك الوقت، هذا كان قبل يوم، يعني قبل ليلة من مقتله؟ نعم كان، يعني قعدنا هناك تقريبا ما يقارب 16 إلى 18 ساعة تقريبا. دخلنا قبل تقريبا الساعة 4:30 أو 5 قبل صلاة المغرب، ما بين العصر والمغرب، وتم خروجي من المنزل تقريبا عند الاقتحام وقبل مقتل الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله بحوالي نصف ساعة هكذا تقريبا يعني. نعم. طيب، دخلت إلى الرئيس علي عبد الله صالح، ماذا طرحت عليه بالضبط؟ في البداية يقولون أنه كان يوجد وسيط آخر قبلي، تم التواصل معه هاتفيا، وبعدها التقينا في البداية نحن وقيادات من المؤتمر الشعبي العام وأقارب الزعيم عبد الله صالح رحمه الله، وتم طرح بعض الحلول. طبعا هو كان الطلب من أنصار الله، كان السقف بالنسبة لطلباتهم كان سقف عالي جدا. فكان سقفهم في البداية عندما دخلت قالوا خلاص نحن مستعدين أن نقبلك وسيط، ولكن تكلم الزعيم بأن يسلم نفسه. فأنا رديت عليهم، يعني رديت عليهم بحكم مكانة علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح حكم اليمن 33 سنة، له حسناته وله أيضا مساوئ وله أخطاء وأصاب في أشياء كثيرة. صراحة أنا لم أتجرأ يعني أن أطلب هذا الطلب من علي عبد الله صالح، أقول له سلم نفسك. أولا لا زال الرجل متحصن في بيته، لا زالت لديه قوة، لا زال القتال محتدم بين الطرفين، يعني لم نقل بأنه محاصر بتلك المحاصرة الشديدة التي تمكنني حتى من أن أقول هذا الشيء. ومكانته صراحة، يعني أنا مكانته واحترامي له لم أتجرأ بأن أوصل إلى هذا الحد بأن أقول سلم نفسك. ولكن أثناء اتصالي بالمكتب السياسي لأنصار الله كلمتهم وقلت أنا لن أتجرأ بأن يعني ما ترضاش الكلمة تخرج من فمي بأن أقول لشخص مثل علي عبد الله صالح أن يسلم نفسه، وهم يسمعوني طبعا. فبعد ذلك قفلنا التليفون، فقالوا لي ماذا قالوا لك يعني؟ قلت أنا ما أستطيع أخرجها. قالوا عادي تكلم، لأنه حاولت أن أخذ منهم هم طلب السؤال أو ما شابه ذلك، احتراما وتقديرا لشخصه. فقلت أنا يعني الأخوان سقفهم عالي وطلبهم أنه يسلم نفسه. طبعا شهادة للتاريخ، يعني الرجل مجرد أن قلت له يعني يسلم نفسه، يقول أنا علي عبد الله صالح ولن أسلم نفسي وسأقاتل حتى آخر قطرة من دمي.
إما حياة بكرامة وإما موت بشرف. طيب، السقف العالي كيف بعد ذلك يعني انخفض أو أصبح هناك نوع من الوساطات، أم انتهت الأمور عند هذا الحد يعني؟ لا، بعد أن بدأ النقاش بيننا وبين قيادات المؤتمر، طرحوا علي أشياء للبدء بالحل الذي سنوصل لحل. قالوا نحن مستعدين لحل، ولكن لنا 3 طلبات. هذا بالنسبة لقيادات المؤتمر. الطلب الأول هو وقف إطلاق النار. الطلب الثاني تهيئة الأجواء الأمنية. الثالث الجلوس على طاولة الحوار. لم يكن لدى المؤتمر أي تعنت أو شيء بالنسبة لمسألة الحوار أو التفاهم أو وقف إطلاق النار، وإنما كانت الطلبات هي في هذا الثلاث السياق. وتسليم النفس لم نعد نتكلم فيه فيما بعد. طرحت أنا الموضوع على المكتب السياسي وتواصلت معهم، أن الأخوان في المؤتمر طلبوا هذه الثلاثة الأشياء للبدء في اتفاق. فردوا علي قالوا على أي أساس إن احنا نعمل الحوار أو يوقف إطلاق النار. فأنا رديت من جانبي يعني دون الرجوع للمؤتمر أن الأساس هو الحوار. إذا وقف إطلاق النار وتهيأت الأجواء الأمنية، حتى ولو فرضنا أن يبقى كل مقاتل في مكانه، هذا كان اقتراحي، نعم. حتى نبدأ نجلس على طاولة الحوار، وفد من المؤتمر ووفد من أنصار الله. وأنصار الله قالوا بصراحة، قالوا ونحن نقبلك حتى إذا دخلنا الحوار أن تكون شاهد على ذلك فيما بيننا وبين المؤتمر. يعني قبل الطرفين، أنا وضعت قبل الطرفان الحوار، قبل الطرفان الحوار. لا، في الحقيقة أنصار الله لم يقبلوا الحوار، لأنهم كانوا ينظروا أنفسهم أنهم من مصدر قوة، وأنهم أصبح الرجال بأيديهم يعني محاصر. فكان لهم على أساس خروجه من العمل السياسي أو ما شابه ذلك. ولكن قلنا لا، ما الآن ما إحنا لا نتحاور نحن وأنتم، وأفواه البنادق والمدافع تعمل. إذا أردتوا الحوار فيبدأ فعلا يعني تهيئة الأجواء الأمنية ونوقف إطلاق النار، ولا نقول أن كل قوة تبتعد من متارسها أو تبتعد من أماكنها. نحفظ لكل إنسان قوته مكانها. ولكن كلمتهم أنا بصراحة يعني لأنصار الله، قلت شوفوا لنا حل الذي نجعل الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، الذي نجعله ونجعل قيادات المؤتمر نخرجهم بماء الوجه من المحنة هذه. نعم. في الأخير أنتم يا أنصار الله أنتم دولة ولديكم قوة، وبإمكانكم أن تعملوا أي شيء، ولكن نجعل لقدر هذا الشخص كان أولا حاكما لليمن، وفي يوم من الأيام كان شريك معكم في الحكومة وفي السلطة. ننظر بشيء يخرجه بماء الوجه من المأزق الذي هو فيه. هذا ما طرحته. حضرتك سيد الجلعي كنت عند الرئيس علي عبد الله صالح. الطرف الاول الذي يتحدث هو الرئيس علي عبد الله صالح، بعض قيادات المؤتمر. على الخط الثاني، على الطرف الثاني كان السيد محمد البخيتي. نعم وكان وهكذا كانت تجري. طلب الإذن من قيادة أنصار الله وطلبوه. يعني بالتالي العرض الذي قدمته حركة أنصار الله في نهاية المطاف للرئيس علي عبد الله صالح في الساعات الأخيرة. نعم، نحن قعدنا تقريبا طوال الليل، لم ننم طبعا من حدة المعركة. وقعدنا نحن قيادات من المؤتمر وأقارب الزعيم علي عبد الله صالح، والزعيم كان دائما يخرج إلينا للحوش وكذا. كنا نحاول أن الأمور تهدأ، ولكن طبعا كانت أفواه البنادق تغلق أبواب أي مفاوضة، لأنه لا نستطيع أي مفاوضة بهذا الشكل. فاستمرت المعركة حتى الصباح، تقريبا الساعة 7 صباحا. اتصل لي الأستاذ محمد البخيتي ويسألني، وبعض طبعا ناس من أنصار الله أصدقاء اتصلوا يسألوا كيف أوضاعك، كيف حالك، أنت بخير، طمنا عليك. قلنا نحن بخير إن شاء الله، ولكن نريد أن نوصل لحل، وأنا مستعد يعني أنا ضحيت بحياتي أنا ومن معي، ومستعدين لحقن دماء اليمنيين مهما كان الأمر. فكان طلبي لهم نفس طلب المساء. قالوا ماذا وتوصلتوا إليه؟ قلنا نحن لازلنا كما نحن، ولكن سقفكم عالي جدا، فنريد نوعا ما أن بعض المرونة تؤدوا يعني تخفوا السقف شوية، يعني نوع من المرونة.
فرد علي قال بالنسبة لموضوع السقف احنا مستعدين أن يبقى علي عبد الله صالح في منزله تحت الإقامة الجبرية وتحفظ له كرامته، وبحيث أن تقريبا بقية أفراد حراسته وكذا أن يستسلموا، ولكن هو في خلاصة الموضوع يبقى تحت الإقامة الجبرية. نعم. هذا كان الطلب الثاني من أنصار الله. الطلب كيف تم الرد على هذا الطلب؟ طبعا حصلت في البداية مفاوضات بيني وبين العميد طارق وبعض من مكتب الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. كانت طبعا رد كما رد سابقا، وقال أنه لن يسلم نفسه مهما كان، ولن يقبل بعيشة الذل في حبس، وأنه مستعد أن يموت. وصراحة يعني قال نحن من نواجه الآن؟ قلت تواجه قوات عسكرية وتواجه الحوثيين. قال ومن أكبر منهم؟ قلت أكبر منهم الموت. قال أنا مستعد أن أقاتل الموت نفسه من أجل كرامتي. طيب وجميعهم طبعا جميعهم أبناء أخيه، أعضاء مكتبه، قيادات المؤتمر بشكل كامل. حتى أنا ما استطعت أن أرد عليه لأن الرجال كان تقريبا جاهز للموت يعني. بالتالي هذا كان آخر عرض من حركة أنصار الله، آخر عرض قدم خلال الوساطة، وبعده توقفت هذه الوساطة أو انهارت؟ لا، استمريت لأني حصلت الشهيد عارف الزوكا رحمه الله، وكان هو آخر من ودعته من قيادات المؤتمر. فتكلمت مع عارف الزوكا وسلمت عليه وقد طبعا الوداع يعني. فحاولت قلت تقريبا قد ربما عارف الزوكا كونه الأمين العام أو يعني لم يكن في سلطة سابقة من 33 سنة التي كانت لعلي عبد الله صالح. يا أستاذ عارف ما رأيك كيف يوصل الحل، كيف يكون؟ طبعا هو نفس الكلام، رد علي بنفس الرد، إما حياة بكرامة وإما موت بشرف. حاول طبعا، أنا أذكر هذه النقطة فقط، أن حاول بعض من مكتب علي عبد الله صالح وتكلم مع عارف الزوكا وبعض من قيادات المؤتمر الذي كانوا موجودين في بيت الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، وقالوا له يا أستاذ عارف أنتم قيادات المؤتمر الموضوع الآن بدأ خلاص ينهار، الحراسة لهم 3 أيام بدون نوم تقريبا، ما عاد فيهم طاقة أنهم يتحملوا. احنا من رأينا حاول اخرج ودبر نفسك وما شابه ذلك. رد عليهم عارف الزوكا وقيادة المؤتمر التي كانت موجودة، وهذا رد شجاع والتاريخ لن ينساه، بأن قال عارف الزوكا ومن معه مصيرنا ومصير علي عبد الله صالح واحد، إما أن نموت سويا وإما أن نعيش سويا. طيب قرار الخروج من صنعاء إلى مأرب سيد الجلعي، هذا القرار أخذ منفردا، يعني بمعنى أنه لم يكن بالتنسيق مع حركة أنصار الله، أم أن كان هناك اتفاق أن يخرج كما ذكرت بعض التقارير أيضا وبعض المتحدثين والشهود وغيره؟ من تقصد الذي نوى أن خروج موكب يعني صالح؟ خروج موكب صالح من صنعاء، خروج الموكب من صنعاء قبل تعرضه للهجوم. أود أن تعلم نقطة معينة بالنسبة للحرب. نحن موجودين في ساحة المعركة، وأنا كنت أمشي في البوابات في الليل وفي النهار، ورأيت المعركة من أين تقدم أنصار الله ووين كانت حراسة علي عبد الله صالح. بعد أن انهارت حراسة العميد طارق، طبعا أنا مش أقول رحمه الله أني لا أعلم إلى الآن هل هو عايش أو ميت، ولكن رحمه الله حي أو ميت، لأنه كان رجل شجاع وبطل وصاحب كلمة. انهارت قواته عند منزله، فرجع رجعت قواته وكان عددهم قليل مع أحد أخوانه إلى منزل الزعيم علي عبد الله صالح. وصلوا إلى هناك وكانت قواتهم كما قلت لك انتهت تماما بعدد محدود جدا، الذي بقى فوق 3 أو 4 سيارات. فرأيت المنافذ، هل في إمكانية أن علي عبد الله صالح يخرج أو أي أحد من أقاربه؟ فرأيت كل الأبواب وكل الشوارع مغلقة، وأصبح لم يصبح المربع الكبير محاصر، وإنما أصبح فقط مربع منزله الشخصي، يعني ما يتجاوزش يمكن 500 متر في 500 متر المربع نفسه، أو 600 متر بالكثير يعني من كل جهة.
فرأيته محاصر. فتوقعت يعني، قلت لهم أنا يعني قلت لهم شوفوا لكم طريق، شوفوا كذا. أنا رأيت طبعا ما فيش طريق، ولهذا أنا أؤكد أن علي عبد الله صالح لم يهرب من منزله أبدا، وعلي عبد الله صالح قتل داخل منزله، وبشهادة ناس أصيبوا معه والتقيتهم بالأمس وأول أمس يقولون نحن قاتلنا معه وأخذ الكلاشنكوف البندقية الآلي تبعه وقاتل علي عبد الله صالح بنفسه حتى قتل داخل منزله، وقاتلوا معه عدة من أفراد حراسته وقتل داخل منزله. أنا أردت أن أتأكد من الذي بقى معه في الأخير، أكدوا لي بأنه أمر حراسته، قال لحراسته أتمنى أن تنسحبوا يعني وتذهبوا من هنا، وقال لهم بالحرف الواحد، قال دماءكم أغلى من دمي. أنا بالنسبة لي أنا أواجه مصيري، وأنا أريد أن أموت في بيتي وأستشهد في بيتي. أنا لم أعتدي على أحد، هذا كان كلام لحراسته، لم أعتدي على أحد، هم من اقتحموا بيتي، هم من اقتحموا مسجدي، ولهذا أنا مستعد أن أقاتل حتى آخر قطرة من دمي، وأتمنى أن لا تكرهوا أن أكون شهيد. فردوا عليه حراسته وكانوا شجعان صراحة، قالوا نحن لن نتركك أبدا مهما كان الأمر. فمعظم حراسته بقوا معه، وخرجت فقط القبائل التي أتت من غير حراسته، وكانت الحراسة صراحة قليلة جدا، لم تكن بهذاك العدد الكبير. فخرجت القبائل، فبعض من حراسته ضغطوا عليه ضروري أنه يخرج. فعندما أحد الحراس قال خلاص دخلوا المدرعات للحوش نخرج فوقها، دخلوا وركب ركب حراسته فوق المدرعات التي خارج المنزل، واعتقدوا بأنه معهم في المدرعات. فاكتشفوا عندما وصلوا أول بوابة أن علي عبد الله صالح لم يكن معهم في السيارات الأولى. وكان أحد الحراسة تبع الزعيم كانوا في النسق الأول عند البوابة الشرقية. فيقول أحدهم أنه كان مصاب ورأى علي عبد الله صالح تقدم وفي يده الآلي تبعه الرشاش جديد، فقال له خذ هذه البندق جديد واعطني بندقك، لأن بندقه كانت قديمة، الحارس كان رجل عاقل شايب قليل. هذه رواية الحراس وليست نعم ولم تشاهدها بنفسك. شهود عيان. نعم هذه شهود عيان ووجدتهم بنفسهم ومصابين. فالرجال تقدم وقاتل بيده حتى استشهد رحمه الله. وأنا أعتبر مهما كان الأمر يعني طيب نتحدث رجل شجاع مثل هذا الشخص. سيد إسماعيل الجلعي، نتحدث عن اليمن أيضا في المرحلة المقبلة ومزيد مما جرى في هذا الملف، لكن بعد فاصل قصير.